الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. إخوتي الصائمين، اخترنا لكم من برنامجكم الليلي المباشر بوتيك. اخترنا لكم بوتيك دايساتا عرفات، طبعا دايساتا بوتيك النعناع. هذا البوتيك لا يخلو من كثرة الباعة والمشترين كدأب كل بوتيك وديدن كل مشتري. هكذا يكون البوتيك أو لا يكون. فهنا يباع ما يحتاجه المواطن من غذائه اليومي. كما ترون هنا تكمن الطماطم، وهنا بكل اختصار الحاجيات اليومية والحاجيات الشهرية. وهنا الدفة وصاحبها. ولا تظن أن كل ما هو في البوتيك يكمن، بل يكمن ما وراء الكواليس. وقد أعددت لكم هذا التقرير التالي مع صاحب الدكان. عباس، كيف الحال؟ عباس، ما الذي تحتاجونه من الدعم هنا في الدكان؟ هل الدولة توفر لكم الأمن؟ هل كل ما تحتاجونه قريبا من هنا؟ هل التجارة منخفضة لكي تحافظوها على الزبناء؟ الحقيقة العربية ما نقبل بها حتى. بس يتكلم بلهجة. الدولة الحمد لله ما قط تحكمنا شيء، عرفتنا الشيء، ما قط عرفتنا الشيء بارد. أنا أعرفه ولا بيني معاه شيء، أعرفه دار وصلنا نشتغل ليل ونهار. شوف فرق ما بيننا. أنت كتير. إذا دولة لا تدعم مواطنيها. وأبى صاحب هذا الشط أن يتكلم معنا، أن يتحدث معنا، ولكن هي موريتانيا تبقى دائما فوضوية. هنا بيعت آلاف الصرات. ما صاير من حاجة المواطن للغذاء ك ك ك ك ك ك بطاطا. قلبني كم بطاطا لكم هذا البوتيك في عرفات الدايسات قدره الوعد. لا يا حق، لا شيء